في ترند نازل اليومين دول على الفنان احمد عبد العزيز. الفنان احمد عبد العزيز كان خارج من عزا شيرين سيف النصر الله يرحمه. اثناء خروجه من المسجد الحمديه الشاذليه في المهندسين اتلموا عليه مجموعه شباب عاوزين ياخدوا معاه صوره. هو ده فرح؟ هو ده بهلوان؟ ده راجل فنان وفنان محترم وخارج من عزا، فمش ما عندوش وقت ان هو يتصور. يعني ما في يعني اني نفسي اتصور الراجل خارج حزين، هتتصور معاه بتاعي؟ الدنيا قامت عليه ما عادتش. ده بيفتري على الواد ده، مش عارف ايه. ده قال له نزل ايدك. ايوه، حط يا باشا نفسك مكانه. حط نفسك مكانه. انت راجل عندك مشكلة وخارج من عزا ومتأثر على عشرة وعلى الدنيا كلها، فأنا دماغي اللي هتخليني اقف اتصور؟ انا مش بهلوان. ده فنان مش بهلوان، ده فنان وفنان محترم، فنان عاقل، فنان راسي، راجل راسي، راجل راسي. ده فنان عاقل عنده مشاعر بحس. ده مش مهلوان هيخرج من عزا يتصور، هيخش فرح يتصور، هيمشي في شارع يتصور. الراجل ده مش في دماغه الكلام ده. وانت المفروض تتصور نقي يا باشا الوقت. لو هو الراجل خارج من مناسبة فرح ولا بتاع اتصور يا باشا معاه، لكن الراجل خارج حزين هتصور معاه بتاع ايه؟ قال له اصل هو كان في عيل مريض نفساني فاحرجه قدام الناس وقال له اوعى ايدك ونزل نفسك وبتاع. هو مش هينقي. هو الراجل ماشي كده ومجموعة الشباب ماشية وراه. هو ده مش عارفه شخصيا عشان يقول له انت ايه. هو الراجل قالها من غير ما يقصد. السوشيال ميديا بقى كلها والدنيا كلها بتتكلم عليه. ده الفنان احمد عبد العزيز راجل مفتري، ده مش عارف ايه. كل ما اقلب على النت الاقي الناس كلها بتتكلم عن الراجل وبصوا قاطعين في جسمه حتت. اتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله وما تمشوش مع الرايجه. يا تقول كلمه حق يا تسكت. انا بقول لحضرتك حط يا باشا نفسك مكان الراجل ده. كان في واجب عزا وخارج حزين وسيادتك عاوز تتصور معاه. هل هيجي لك نفس تتصور مع الناس؟ يعني ما ينفعش. مش اي حاجه كده نبقى ماشيين مع الرايجه فيها. اتقوا الله ببعضكم. اللي يقدر يقول حاجه حلوه يقول، واللي مش هيقدر يسكت. لكن ما ينفعش كده كل النت عمال يتكلم في الراجل ويغلط في الراجل وبتاع، والراجل مفتري. ده عزا، دي مش مناسبه دي تتصور معايا فيها. دي مش مناسبه خالص.